مساء العسلية. كاتي كاتي كاتي، مساء الخير يا فانزاتي. طبعا اليومين دول في هبد كتير في موضوع النرجسيه، اي حد يأنن كده يقول لك الواد ده ولا تنرجس هلا ولا ايه. فقلت طبعا ما اقدرش اتحرك من غير فانزاتي حبايبي، فسالت سؤال لفانزاتي حبايبي، قلت لهم موقف حصل لك مع شخص نرجسي، او اصلا ايه هي مواصفات الشخص النرجسي. وحصل شويه نرجسها بقى في البتاع. استاذه اماني عبد العزيز جاوبت قالت لك بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه بيبقى ذكر. ليه يا حبيبي ليه؟ دايما دي اهم صفه تعرفوا بيه. هو انا بحس ان انتوا بتبقوا عايزين تنتهزوا اي فرصه تسمعونا بيها كلمتين، انا مش عارف ليه بنعمل كده يا بنات. استاذه ميسه عشماوي قالت صفاته بقى. نرجسي بيبقى عامل كده، حواجبه ودانه مرفوعين، حضرتك بيبقوا عاملين كده، لا وليه ديل كروهات، وبيبص علينا من فوق كده. حضرتك كويسه ولا ايه؟ اماني عيد قالت لك ايه بقى؟ النرجسيه جت لي بقى في ملعب انه يعامل كل الناس حلو الا زوجته. والله يعني ما فيش ستات عندهم نرجسيه، رجاله بس، مش لمجرد انه شايف انها اعلى منه. لا ده حقد، ده ملوش دعوه، ده في حقد طبقي ومشاكل، وخصوصا لو ماديا. الله، طب يتجوزها ليه؟ لو ماديا يتجوزها ليه ويعذبنا احنا؟ ومش بس كده، بيحاول يتكلم عليها ويدعي عليها كلام بالباطل عشان الناس تقف في صفه. في ايه يا اماني؟ استاذ شيماء نقيب بقى قالت لك ايه؟ النرجسي شخص عارف هو عاوز ايه، بس ضعاف الشخصيه سموه نرجسي. استاذ شيماء حضرتك تعانين من هذا البتاع؟ ما مش عارف. عشان يبرروا ضعفهم. لو ما فيش ناس ضعاف ما يبقاش في نرجسي. اذا كان في ناس اشرار يبقى في ناس طيبين. في حضرتك عايز ايه؟ وفي نرجسيه مفيده طبعا، وكتر النرجسيه بيجيب كوليسترول وكترتها تقلب مرض، لكن بحدود تنفع جدا. كلنا مولودين نرجسيين. والله قلت لحضرتك انت تدافعين عنهم. استاذ محمد محمود صديقي قال لك ايه بقى؟ النرجسي قابل يابا يستشير الناس عشان ياخد موافقتهم في رايه، مش ياخد رايهم. شخد لي بالك ولا مش شخد لي بالك؟ استاذه هدير رمضان جاوبت اجابه كلها عمق، والله بسم الله ما شاء الله حاجه، والله انا سعيد، بس برضه انا مش مدرس كيمياء في النهايه. قالت لك صفاته تحس انه متنرجس كده. ولا انت بتنرجس ليه؟ يالا بتنرجسش علينا. انجي عادل قالت لك ايه بقى؟ اصلا ايه هي صفات الناس الطبيعيين؟ انا كل حياتي ناس نرجسيه. انا ايه اللي جابني هنا دلوقتي؟ استاذه ايمان الحلبي قالت لك ايه بقى؟ مفيش حاجه اسمها شخص نرجسي. طب يا ابني انت مجنون ولا ايه؟ الراجل العربي يا حضرتك كلنا يعني مفيش امل، يعني مفيش راجل عدى، هو كلنا. مش ليه يا ولاد تعملوا كده بجد؟ والله ليه بتنتهزوا الفرصه عشان تعكروا دمنا احنا؟ والله العظيم ليه تسمعونا كلمتين كل بوست؟ انا مش فاهم. مريم صالح قالت لك بص عشان انا بقى ايه جايبه هنا اهو، انا هنا اهو. النرجسيه كلها في حد ذاتها تتلخص في كلمه واحده بس: حماتي وحسبي الله ونعم الوكيل فيها. يلا سلام. استاذه هاجر مراد قالت لك ايه بقى؟ بص يا سيدي، كل حاجه واي حاجه حلال ليه، حرام على غيره، بيلوم الناس على عيوبه هو. الله، ده غريب يا هاجر. لا اله الا الله. بيشكر في نفسه طول الوقت بسبب ومن غير سبب رغم كرهه لنفسه. الله، ده غريب، ده عنده بيعشق الجدل، مصدر ضغط وتوتر لكل اللي لا اله الا الله، لا اله الا الله. استاذه سمر سمير قالت لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاجابه مواصفات الشخص النرجسي انه بيخلع. لا مش ده التاني اللي لا، ما هو كله بيخلع في النهايه. استاذه ياسمين يوسف سالت بقى ايه يعني ايه نرجسي؟ ده زي الترمسي كده. مين اللي تعبان؟ هو بيبقى زي الحمصي، ساعات بيبقى ساعات ترمسي وساعات على حسب انت فين من السنه. الباشمهندسه لوما عزام قالت لك ايه بقى؟ ما عنده احساس بالاخرين. انت بقى عرفنا على طول. عنده احساس بنفسه بس. طلع بالك يلا، ولا تحس بنفسك على طول ليه؟ يعني لو صباعه هو اتعور تبقى مصيبه، انما لو حد تاني درسته عربيه يبقى عادي. ما ده البارد ولا ده اللي انهي؟ واحنا دخلنا الدنيا احنا بنقول اي بتاع وخلاص. استاذه دنيا عصام يحيى قالت لك بقى ايه؟ هو شخص اصلا بيحب نفسه جدا، وتحس انه مش شايف على الارض غير روحه، ويا ريت اصلا بيكون شخص عدل. مواصفاته منيل. انت يالا منيل يالا ب60 غور يالا من هنا يالا. استاذه فتحيه عبده بقى قالت الحمد لله انا كنت نرجسيه واتعالجت وبقيت الحمد لله احسن منكم كلكم يا معفنين. استاذ محمود عبد النبي قال لك هو حضرتك الشخص النرجسي بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى نرجسي في نفسه كده. حضرتك فاهم؟ بتحسوا ايه في نرجسه هنا كده؟ وحضرتك فاهمني ولا حضرتك معايا ولا ايه؟ استاذ محمد حسن
قال لك بقى ايه الشخص النرجسي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الشخص اللي بيقول ما عندوش نرجسيه وهو عنده جوه. استاذه ريم طلعت ده خدتنا بقى هي ايه ودتنا في حته تانيه خالص بره ده الخصها لك عايزين نهيه الكلام بقى. هو برج العقرب دي مالناش دعوه. اكتر شخص نرجسي في الدنيا اعوذ بالله. استاذه مروه قالت لك ايه بقى هو بيكون مغرور على ما فيش. ما ده يا جماعه اما مواصفات الشخص القله ايه معلش انا عايز اعرف لان لو ده النرجسي القله بقى ده هو ده القله المفروض وبيحب يقلل من اللي احسن منه. ما ده اللي هو ايه حقودي مثلا وكذاب. الكذاب ده كذاب يعني دي وشايف نفسه صح وهو اصلا فجله لا هو اصلا قله. استاذه ديدي جلال هو بيقول لك بيبقى جميل قوي من بره بس وهو نرجسي جدا من جوه. هو ده على حسب احنا سبناه في الفرن كتير ولا لا اطفي عليه لا ينرجس بقى. استاذه مريم يوحنا قالت لك ايه بقى انا كنت طالعه اشرح شخصيه نرجسيه قدام الدفعه قمت مثلتها وانا بقول لهم انا من اعظم ومن احسن الشخصيات زي ما انتم شايفين. لا ده انا مفيش يا دكتور ده انا بشرح يا دكتور ما فيهاش حاجه. ياسمين صلاح بتقول لك ايه بقى كانت مديرتها بقى كانت نرجسيه المفروض بقى وكانت بتقول لي انا جوايا علم لازم انشره مش هستريح يا ياسمين غير لما يتوزع على كل الاماكن دي ويبقى فيه مني نسخه في كل انت تقومي موتاها وموتها نفسك عشان نرتاح بقى. استاذ معتز مختار وغالبا يا اما شغال في الحي يا في جهاز المدينه مش عارف. قال لك ده باختصار شديد شخص ساكن في مساكن النرجس فاصبح نرجسي تارارا. شكرا سلام عليكم. زياد والله ابني زياد. عمو اسلام يعني ايه اصلا نرجسي يا ابني انا ما اعرفش ما انا بسال ما انا قلت اسال لقيت فيه هري كتير قلت اسال الهري زاد. استاذ سامح كوزمان بقى قال لك ايه ثانيه واحده بقى عايز تعرف مواصفات الشخص النرجسي انا اقول لك بقى مواصفات الشخص النرجسي ان مامته اسمها نرجس. ولا طبعا اسمها نرجس يلا ما تعرفناش. يا باشا بقى قالت لك ايه للاسف مش هينفع احكي الموقف بصراحه عشان انا الشخص النرجسي اللي في الحكايه بس الصراحه انا اذكى واحده وهم كلهم انتوا اغبياء ولا ايه انتوا اغبياء ما تبصليش. ام حسن بقى جت ايه نهد يعني عشان نخلص بقى قالت لك الشخص النرجسي ده اللي هو زي الشخص السوسن كده لا ده كان يبقى اسمه سوسني مش اللي حضرتك فيه ايه. عزه ابراهيم بقى قالت لك بص بقى بص هلا بقى بص هلا انا عارفه نرجس ذات نفسها ايه رايك بقى. دعاء سليم قالت لك ايه بقى حضرتك عارف استاذ محمد رمضان جوزي بقى رمضان اكتر هو ده بقى مرض في النرجسيه في مرض الرمضان لا اله الا الله. في النهايه يعني اللي انا حابب اقوله ان غالبا النرجسيه دي اللي محتاج يعرفها عشان نقول ده شخص نرجسي او شخص غير نرجسي اعتقد ده لازم يكون دكتور نفسي بجد والله. انما الهبد اللي احنا يعني كل واحد طمع في حاجه انه ياخدها بقى نرجسي ما هو فين طب صفه الطمع صفه الانانيه بقوا فين يعني اللي محتاجين يقولوا ان ده نرجسي او لا ده دكتور نفسي. لكن احنا نقعد نهبد مع نفس في الاخر هنطلع بنتكلم على نرجس والجو اللي اتقال ده مش هينفع يا اخوان. الى هنا سيداتي انساتي سادتي تنتهي هذه الفقره النرجسيه. شوف اروح اتنرجس انا واجيلكم. شكرا سلام عليكم.